طيب السلام عليكم، ازي الحال؟ الحمد لله والله بخير. ازي الحمد لله. حضرتك؟ الحمد لله. طيب ده تاني انترفيو تقريبا اعمله معاك. بس احنا اول انترفيو، غالبا انت كنت اول واحد، تقريبا اول او تاني واحد اعمل له انترفيو في هذه السلسله. فاول انترفيو انا ما كنتش مستعد له خالص، فقررنا ان احنا ناجله. ف ده شيء كويس. أم... اوكي. وكمان اول انترفيو انا كنت اعمل لك، يعني كنت فاكر انت في ليفل معين وانت كنت في ليفل احسن بكتير. دي هتبقى فرصة بقى ايه جيدة اللي احنا نستكشف مع بعض بقى توبكس تانية اكبر بكتير. ماشي عظيم. ايوه. آه ماشي، كلمني عن نفسك، قول لي من انت، بتعمل ايه، ويعني اديني افكار عنك وعن بتعمل ايه الايام دي وما الى ذلك. اوكي. يعني انا باختصار جدا، انا اسمي احمد زايد. حاليا دلوقتي بدرس كمبيوتر ساينس. تمام. فرقه رابعه. آه يعني زي اي طالب بيدرس كمبيوتر ساينس. المواد بتاعت الكليه مواد عاديه، مش مواد ممكن تخليك ان انت تشتغل او تلاقي فرص كويسه يعني. آه، دخلت الكليه عادي، ما كانش عندي كان عندي خلفيه بسيطه عن البرمجه وكده يعني. فبدات في مواد الكليه عادي، اللي هي انتروداكشن، داتا ستراكشر والالجوريزمز والكلام ده. كنا برضه بناخد لغات برمجه زي السي شارب في الجامعه برضه. تمام. والاو بي ده. في نفس الوقت برضه بدات ان انا ادرس الويب ديفلوبمنت، تحديدا يعني تحديدا الفرونت اند. وبدات بقى بكورسات عاديه مجانيه على اليوتيوب، HTML CSS، وبدات ان انا ابني عليهم مشاريع بسيطه. ثم بعد كده انتقلت وتعلمت رياكت. بدات ان انا ابني بيها مشاريع كويسه يعني. تقريبا في سنه تانية الترم الثاني كده قدمت على انترنشيب في شركه هنا في القاهره. ونزلت انترنشيب معاهم فتره شهرين كده يعني. تمام. آه، الى اللي وصلنا حاليا دلوقتي. كنت شغال في شركه من فتره وحاليا سبتها يعني. اوكي. عظيم. طيب يعني واضح ان انت عندك خبرة نوعا ما. حتى وانت بتشتغل، يعني حتى وانت لسه حاليا بتدرس في الجامعة، فده شيء كويس جدا. طيب ينفع، خلينا نبدا الاسئله، يعني بما انك انت شغال برياكت خلينا نبدا الاسئله بشكل عام اكتر، وبعد كده نبدا نتعمق في الاسئله اللي هي علاقه مثلا بجافا سكريبت و اتش تي ام ال سي اس اس، وبعد كده نخش في الديزاين بتاع الكومبوننت نفسه. تقدر تقولي كويس. بشكل عام يعني ايه رياكت شغاله ازاي بشكل عام جدا مبسط لواحد مثلا بيحاول يفهم يعني ايه رياكت بشكل عام. تمام. هي رياكت مبنيه تحت فكره اللي بيسموها سنجل بيج ابلكيشن، الاس بي ام. تمام. ممكن نرجع برضو لورا شويه قبل فكره الاس بي ام. كانت المواقع العاديه قبل الاس بي ام كانت بيسموها اللي هي المالتي بيج ابلكيشن. تمام. انا دلوقتي ببني الابلكيشن بتاعي كصفحه اندكس دوت اتش ام ال مثلا. تمام. فكانت الصفحات كلها بتعتمد ان هي مش صفحه واحده. تمام. كذا صفحه يعني. انا دلوقتي لو عايز اروح مثلا اروح اجيب الاندكس الدومين الاساسي بتاع الموقع يعني. تمام. بطلب ريكوست للسيرفر يجيب لي يرجع لي اتش ام ال ده وخلاص. تمام. لو عايز اروح اجيب صفحه ثانيه مثلا، صفحه الاباوت، فبروح اعمل ريكوست ثاني للسيرفر ويجيب لي صفحه الاباوت. تمام. ده طبعا يعني اليوزر محتاج انتراكشن على طول مع الويب سايت. ما كانش احسن حاجه. طبعا كل حل يعني زي ما اقول دلوقتي، كل حل ليه مميزات وعيوب يعني. وليه اليوز كيس بتاعته يعني. ما اقدرش ان انا اقول بشكل عام ان الاس بي اي كويسه لكل الحالات يعني. ما اقدرش برضه اقول ان المالتي بيج يعني مش وحشه في كل الحالات يعني. طيب بس فجت فكره. انا عندي سؤال، بما اتفضل. انك انت كنت بتكمل موضوع السي اس ار او اللي هو الكلاينت سايد. ماشي، المهم هو سوري سنجل بيج ابلكيشن، المهم كمل اتفضل بعد هذا. فجت فكره السنجل بيج ابلكيشن، ان انا عاوز اضيف انتراكشن على طول مع اليوزر، يعني انتراكشن على طول. تمام. ما اضطرش ان انا كل ما اعمل انتراكشن ان هو يروح للسيرفر ويجيب لي الحاجات اللي انا محتاجها من السيرفر. فجت يعني فكره الاس بي ام. بتعتمد ان انا مع اول انيشال لود. تمام.
بروح للسيرفر بيرجع لي باندل فايل ماشي موجود فيه الاتش ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت. تمام. طبعا يعني من عيوبه ان هو بيعمل انيشال لود، بيكون بيغيب شويه في الانيشال لود. تمام. لان هو بيجيب لي الموقع بحاله اصلا. فالاس بي اي بقى ان هي بتبدا ان هي في زي ما قلنا في المالتي بيج ان هي بيكون في كل صفحه بيكون كلها اندكس فايل. تمام. على عكس هنا في الاس بي اي لا، هي في اندكس فايل واحد. تمام. ومن خلال الجافا سكريبت انا بقدر ان انا اتشينج الكونتنت بتاع الصفحه اللي انا محتاجها. كل مثلا ما ريكويست على اي ريسورس انا محتاجه، بيبدا من خلال الجافا سكريبت ينشئ الصفحه دي. بس ده الفكره ببساطه يعني. طبعا في كلام تاني كتير عن الموضوع يعني. طيب خلينا نحاول نتعمق اكتر. اللي انا فاهمه من السنجل بيج ابلكيشنز برضو منذ البدايه، اللي هي ما تعملش قوي برياكت، تتعامل بحاجات زي مثلا انجلر جي اس او جي كويري او ما الى ذلك. تقدر ايا كان الفريم ورك، ايا كان جي كويري رياكت مش فارقه، ايا كان حماده مش فارقه معانا دلوقتي. تقدر تتخيل معايا زمان زي ما انت قلت كان في حاجه اسمها مالتي بيج ابلكيشنز، وهي لسه مستعمله تو سم اكستنت دلوقتي، ليها ادفانتجز. بكل بساطه انا دوست على لينك او دوست على ريسورس او دوست على فورم بيريكوست من السيرفر وبعد كده بيعمل ريلود البيج، صح؟ مظبوط. دلوقتي الموضوع مختلف. دلوقتي انا بقى عندي زرار او عندي بutton بيسبميت فورم او بكلم بيه او بروح لراوت جديده، وبعد كده كل اللي بيحصل اللي هو جزء من الصفحه بيتغير. تقدر تتخيل معايا ازاي حاجه زي كده تقدر تعملها بجافا سكريبت بشكل عام؟ يعني لو تخيلتها كده، ايه الميكانيزم اللي ورا حاجه زي كده؟ ان انا اعمل ايه بس ان انا تشينج الحاجه دي بالجافا سكريبت يعني. فكره السنجل بيج ابلكيشنز ازاي بتشتغل بشكل عام؟ يعني بغض النظر عن الفكره من بره، انا عايز اتعمق اكتر. يعني انا لو عايز اعمل سنجل بيج ابلكيشن يوزنج بيور جافا سكريبت من غير اي فريم ورك في الدنيا، ممكن تتخيل معايا ايه اللي انا ممكن اعمله عشان اعمل كده؟ هو اللي انا الفكره اللي انا اضمنه ان ما يحصلش ريكويست للسيرفر، بحيث ان انا هعمل الفكره دي. تمام. احاول ان انا يعني اعمل دايناميك فانكشنز بتاخد ان هي بتغير لي الكونتنت ده، بدل ما هي تعمل ريكويست لسيرفر تاني، او ان هي تعمل ريلود للصفحه اصلا، او ان انا بريفنت الديفولت ايفنت اللي هو بيعمل ريلود للصفحه دي. تمام. بس انت ما زلت بتريكوست للسيرفر، صح؟ يعني انا مثلا لو رحت الصفحه والصفحه دي يعني باي دي اكس او واي او زد، فانا لسه ما زلت عايز اتكلم مع السيرفر عشان اجيب الداتا، صح؟ مظبوط فعلا. ف يعني انت بريفنت ايه في الحاله دي في السنجل بيج ابلكيشن؟ بريفنت الراوتنج ولا بريفنت اللي انت تكلم السيرفر بشكل عام، ولا بريفنت اللي هو يعمل يعني؟ لو تقدر تحاول تفكر معايا بشكل، اتفضل قول. ممكن طب ماشي. طب انا دلوقتي هو الرياكت اصلا بتعمل ايه؟ بتخزن في ستيت. تمام. حلو. ان هي اصلا ما تعملش الريكوست، بتخزن في ستيت. فاحنا برضو ممكن نسيموليت الموضوع ده عندنا في الحاجه اللي انا عاوز اعملها، ان انا سيموليت ستيت. تمام. اوبجكت. وابدا اخزن فيه الداتا ديت. حلو. ده ممكن يكون حل الموضوع ده. طيب تمام، جميل جميل. انا اعتقد تو سم اكستنت احنا بنجاوب، يعني جاوبنا على السؤال ده بشكل منطقي. طيب تعالى برضو نحاول نتعمق اكتر في رياكت، بما انك انت رياكت انجينير. تقدر تكلمني اكتر عن يعني ايه هوكس، ايه او يعني ايه يوز ستيت ويوز افكت والحاجات اللي موجوده في رياكت؟ اعتقد هي بدات من رياكت 16 على ما انا فاكر، بس كلمني اكتر عنها. الهوكس يعني، الهوكس دي فانكشنز جاهزه. تمام. رياكت بتقدمها ان هي تقول لي مثلا، انا مثلا لو كنت الاول مثلا عاوز اخزن مثلا فاريبل، فاخزنه بيديني هوك اسمه ستيت بتخزن فيه الفاريبل، وبقدر ان انا اتشنج الفاريبل ده. مثلا انا كنت بالجافا سكريبت العادي بروح مثلا عاوز اسلكت اليمنت من الدوم، فاروح بجيت اليمنت مثلا باي اي دي ايا كان نوع الميثود يعني. تمام. لا هي ادت مثلا هوك اسمه يوز ريف، ان انا اقدر استخدمه مباشره ان انا اسلكت الاليمنت ده. فهي زي ما تقول يعني ميثودز جاهزه او فانكشنز جاهزه ان انا اتعامل مع الدوم وغيرها يعني، والبروبس والستيت والكلام ده. طيب ايه يعني ماشي اوكي، دي اجابه نوعا ما منطقيه، جميل. طب تقدر تقول لي
عندنا مثلا في هوكس كتير قوي بتستعمل الايام دي يعني، واعتقد كمان هتعمل لها ديبريكيشن في المستقبل، بس خلينا نتكلم عليها دلوقتي. تقدر تتكلم معايا اكتر عن ما هي اليوز كول باك؟ يعني خلينا نكتبها برضه هنا، يوز كول باك، وكمان يوز ميمو. خلينا نكتبها. ايه الفرق ما بين دي ودي؟ انا هكتبها برضه في الدوكيمنت بتاعنا. حلو. تعرف تقول لي ايه الفرق ما بين اليوز كول باك هوك واليوز ميمو هوك؟ اليوز كول باك على ما افتكر يعني، اليوز كول باك دي بتعمل ميمومايزيشن، تمام، للفانكشن نفسها. تمام، انا عندي فانكشن مثلا معينه، هعمل ميمومايزيشن للفانكشن دي بحيث ان انا لو كان باكل نفس الفانكشن دي ما اروحش اكلها من جديد، او ان انا اعمل لها ايفالويشن من جديد. طب لو لو داخل لها مثلا نفس البارامترز، فدي فكره اليوز كول باك، ان انا مميز الفانكشن دي. اليوز ميمو اعتقد بتخزن الفاليو بتاعت الفانكشن، الفاليو نفسها يعني، او الريتيرنينج فاليو. يعني تقدر تديني يوز كيس حقيقيه ما بين اليوز كول باك؟ يعني مثلا انت بتستعمل امتى يوز كول باك، بتستعمل امتى يوز ميمو؟ ليه بتستعمل دي وليه بتستعمل دي يعني في بعض الاحيان؟ ليه بستعمل دي وليه بستعمل دي؟ بصراحه يعني انا مش ايه، اتفضل. متخيلها قوي في use case. كنت بستخدمها بس مش متخيلها قوي في يوز كيس حاليا دلوقتي موجوده في دماغي. طيب اوكي، عظيم، ماشي. خلينا نحاول نكمل. طيب، ده كلام عظيم. بس هو بشكل عام انت قلت اجابه منطقيه، هي بتعمل نوع من انواع الميمورايزيشن، ده حقيقي، بس في فرق بين اليوز ميمو واليوز كول باك. بس انت برضو نوعا ما قلتها صح، فده شيء كويس جدا. خلينا نكمل. انا كنت عايز قبل ما اخش اكتر في الكومبوننت، اللي انا يعني انا النهارده باذن الله عايزك تعمل كومبوننت. كنت عايز برضه تمام. اسالك اسئله عامه عن شغلك بشكل عام، او انت عملت ايه. تقدر مثلا تقول اتفضل. لي عن في خلال في خلال الخبره بتاعتك، اللي ما شاء الله انت عندك خبره كويسه جدا بالنسبه ان انت لسه في الجامعه يعني. تقدر تقول لي مثلا حاجه معقده، امبلمنتيشن معقد مثلا، او لوجيك معقد انت قابلته ولقيت له حلول يعني انت فخور بيها مثلا خلال خبرتك كلها، ايا كان بقى في الجامعه، في مشاريع التخرج بتاعتك، او في السنتين خبره اللي انت اشتغلت فيها مع الشركه، ايا كان يعني. لو انت عندك اي حاجه في بالك ممكن تتكلم عليها اكتر. تمام. انا هتكلم على حته هي مش كود قوي، على قد ما هي ازاي انا بنظم المشاريع بتاعتي. حلو. كنت دخلت يعني مشروع مع حد، فلقيت طريقه مثلا، انا افترض مثلا كده عشان نبقى ايه. آه، دلوقتي لو عايز اعمل اوثنتيكيشن، تمام، على البروجكت كله، على المشروع كله، او على مثلا الويب ابلكيشن كله. فانا مش هضطر ان انا مثلا لو عندي فانكشن بتعمل اوثنتيكيت، مش هضطر ان انا احط الاوثنتيكيت ده في كل الفانكشن دي في كل الكومبوننتس اللي عندي، بحيث ان انا تمام. اتاكد ان كل الكومبوننتس ديت متاحه للكلاينت او مش متاحه يعني. فلقيت دخلت على المشروع، لقيت التنظيم عنده مش كويس يعني. فطلبت من صاحب المشروع يعني ان انا امسك اعمل ري اركتكتشر المشروع من الاول، بحيث ان انا هندل الكلام ده كويس، واحط اركتكتشر كويس نمشي عليه، وفي نفس الوقت لما المشروع يحصل له سكيل ما نلاقيش مشاكل بتظهر لنا، او ان انا مثلا حد مثلا ادخل مثلا اشرح له المشروع الاقي ان انا اصلا مش فاهم، مفيش حاجه لوجيكال ماشي عليها، ان انا اقدر ان انا اقول الحاجه دي في مكانها والحاجه دي في مكانها. تمام. خدت المشروع كان بادئ بنكس يعني. تمام. بدات ان انا انظم كل حاجه لوحدها، الاوثنتيكيشنز، الحاجات الخاصه بالمشروع نفسه، البيجز، اليوزر كومبوننتس، الهوكس، الكلام ده، بحيث ان انا طبعا استعانه بالشات جي بي تي والاي اي بشكل عام بيساعدني ان انا اطلع شغل كويس. انا اهم حاجه عندي قبل ما ابدا شغل ان انا اكون منظم الشغل. مش هتفرق معايا الكود ده، الكود دلوقتي اسهل حاجه يعني. الكود دلوقتي انا اقول له مثلا اي ايجنت، تمام، ان هو يكتب لي كود لكومبوننت او فانكشن او الحاجات المتاحه دي، ان هو هيطلع لي الكلام ده. بس الاصعب ان انا ارتب الدنيا ازاي بحيث ان انا لما المشروع يسكيل معايا ان انا فاهم ايه اللي بيحصل، وفي نفس الوقت برضو الناس اللي معايا ما تكونش يعني
تكونش ان احنا شغالين كده وخلاص مش فاهمين تمام. ايه طب انا كلمني إيه اكتر. جميل، كلمني اكتر. يعني ماشي، انا الكلام اللي انت قلته ده رائع عظيم عبقري، بس انا عايز افهم اكتر. انت دلوقتي انت زي ما قلت الابلكيشن ده كان فيه authentication فلو معين، او يعني الستراكشر بتاعك معمول بشكل معين وانت عملته بشكل معين تاني. ينفع تكلمني اكتر عن الشكل الجديد، او مثلا الفولدر ستراكشر مثلا بشكل عام جدا عملته ازاي، وليه هو كان احسن من الشكل القديم؟ اوكي. هو بشكل عام حته الاستيكيشن انا قلت عليها دي، يعني دلوقتي مش مضطر انا اكتب الاستيكيشن في مكان واحد. تمام، ده اللي المفروض يتعمل. ان الاستيكيشن بيتحط في الاي اوت مكان واحد. هو الفكره كلها في الاي اوت بتاع المشروع، ان انا اعمل الاي اوت للمشروع واحط الاستيكيشن في مكان واحد، بحيث ان هو يقدر بعد كده خلاص يروح لاي صفحه اقول له والله الصفحه ديت انت اللي انت اوثنتك ان انت تدخل على الصفحه دي، او مش، او اللي انت مش مسموح لك ان انت تدخل الصفحه دي. فمن خلال الحته دي بس، هي دي بتقدر ان انت تهندل الموضوع ده في مكان واحد. قصدي يعني مش ان انا مش مضطر ان انا بحترف في كل المشاريع واتاكد ان انا ليا صلاحيه ان انا ادخل الصفحه دي او لا يعني. تمام. بس في بصراحه تفاصيل مش فاكرها قوي، مش فاكر تفاصيل الكود والحاجات دي قوي يعني. عظيم. اوكي. طب سؤال تاني، انت ازاي، ايه الطريقه اللي انت، يعني بما انك انت قلت من شويه انا بعتمد اكتر على اللي انا ارتب افكاري، وده شيء عظيم، انا موافق على كده، اللي انت الديزاين الاول، اللي انت تكتب دوكيمنت وما الى ذلك، او ايا كانت الطريقه اللي انت بتستعملها. ازاي انت اتاكدت ان التغييرات اللي انت عملتها دي فعلا كانت ذو تاثير ايجابي، او يعني هي دي فعلا الطريقه الصحيحه؟ وكمان النقطه التانية، ازاي اتاكدت اللي انت عملته ده شغال؟ يعني مثلا ما عملتش بريك لاي امبلمنتيشن، عشان انت بتتكلم على الاوثنتيكيشن، بتعمل ريفاكتور، انت بتشيل الفايلات من مكان لمكان وما الى ذلك. فازاي اتاكدت ان الكلام ده كله ما بوظش اي حاجه currently running مثلا؟ مم. هو طبعا الموضوع مش ريفاكتورنج. عشان نعمل ريفاكتورنج لحاجه زي ديت مش بتطلع بالسهل، او مش بتطلع لها، مفيش سلبيات للموضوع. اكيد بتطلع مشاكل، ممكن تظهر مشاكل تانية عادي، مش مشكله. بس المشاكل عن مشاكل تفرق. يعني انا دلوقتي ارجع بس الاول، هل الموضوع يعني طلع هل طلع ظهر فيه مشاكل كبيره؟ لا، هو ما ظهرش فيه مشاكل كبيره، لانه كان اصلا لحد ما كانش لسه في البدايه، ما كانش معقد قوي. آه، بس و كان بتظهر برضو بعض المشاكل الاثنتيكيشن. ممكن صفحات، كان ممكن اروح لصفحات معينه الاقي مثلا اليوزر اصلا مش عارف ايه اللي اكشن المفروض يحصل هنا. ودي طبعا يعني حليناها بحاجات معينه بعد كده. تمام. اوكي. ماشي. عظيم. طيب، ده كلام جميل جدا جدا. انا النهارده ما سالتش اسئله جافا سكريبت صريحه، بس هنتطرق لذلك وقت الكومبوننت. آه مم. بص يا سيدي، انا عندي، انا بقيت مؤخرا بعمل هذه الحركه، اللي انا ببريزنت كذا فكره كومبوننت، انت ممكن تختار منهم واحد. انا بريزنت في الحاله دي ببريزنت اتنين، عشان ما عنديش غير اتنين بس اللي باقيين في الباكت بتاعتي. فلو انت فاتح الدوكيمنت كده، انت شايف اللي انا بكتبه صح؟ يعني لو مثلا كتبت عمرو احمد، انت شايف الكلام ده؟ عشان اتاكد بس انت شايف صح. تمام. تمام. انا اوكي. شايف كده. عندنا يا سيدي، بسم الله، اين انت؟ والله كان لسه قدامي. اهو اول كومبوننت، الكاروسل. وده الناس بتفتكره هو كومبوننت صغير، ولكن هو كومبوننت معقد جدا، وهقول لك ليه لو انت اخترته يعني. حلو. تاني كومبوننت، او تاني امبلمنتيشن، الا وهو ما يسمى بالانفينيت سكرولينج. ودي ليها تعقيداتها الخاصه، وهي مش في الحقيقه مش كومبوننت على قد ما هي ميكانيزم. تحب تختار انهي واحد من دول، وساعتها هنتعمق اكتر في الريكويرمنتس؟ والله بصراحه ما عنديش، حاسس ان السكرول ده هيكون فيه. خلينا في الكارسول احسن يعني خلينا شويه. في كارسل. انا بقول كده برضه، انا لغايه دلوقتي انا مش، يعني انا حتى نفسي انا مش، ما عنديش ريكويرمنت واضح للانفينيت سكرولينج ده. انا هسيبه للشخص اللي هو هيختاره في المستقبل، حظه هيكون وحش. هو بقى ايه اللي يديفاين. طيب بص يا سيدي، انا هشير سكرين عشان اقول لك مثال على كاروسل، وممكن ندور عليه مع بعض يعني. قول لي كده لو انت شايف الشاشه بتاعتي. تمام. تمام. انا لو رحت هنا مثلا كاروسل، كتبت كاروسل، رياكت جي اس ايا كان، عايز بس عايز اي كاروسل في الدنيا، مثلا رياكت جي اس. بسم الله. في البوت ستراب، تعال نشوف البوت ستراب ده بالظبط. شايف الكاروسل ده؟ بكل بساطه اللي بيحصل،
بكل بساطه الكاروسل ده بياخد كونتنت تشيلدرن كونتنت زي ما انت شايف كده. ممكن تخليه ياخد ايمجز اللي يريحك براحتك، ايهما اسهل، بس خلينا في البدايه اللي هو بياخد كونتنت عادي حلو. وبيبقى عندك القدره اللي انت تدوس يمين وشمال يمين وشمال حلو. وزي ما انت شايف كمان ده زي اسمها إيه يا ربي، يعني لو انا رحت لاخر الليسته، هو بيفوكس على الحته دي دلوقتي، لو دوست هنا هيرجع لاول لسته تاني، يعني رحت على الثيرد ورحت رايح في الاخر هيروح دايس، ولو رجعت برضه هيعمل كده كانه سايكل. ادي حاجه. الحاجه التانيه الحاجه التانيه خلينا نبدا يعني خلينا نبدا بالستيت دي دلوقتي. ولو في اي حاجات في قدام عايزها هطلبها منك. بس اللي انا عايزك تركز فيه ايه، لو رجعنا كده للريكويرمنتس، اللي انا عايزك تركز فيه اللي هو بدل الايمجز دي خليها برضو كونتنت عادي حلو. عايزك تركز فيه الكومبوننت ده يبقى ريوسبل، يعني انت عايزك تعمل لي كومبوننت، والكومبوننت ده بياخد مثلا ليتس سي ليست اوف كونتنت تشيلدرن ايا كان، يعني اخترع الطريقه اللي انت شايفها مناسبه لكومبوننت زي ده. او في حاله مثلا رياكت بوت ستراب، هو هنا عامل تو كومبوننتس، حاجه اسمها كاروسل وكاروسل ايتم، والكاروسل بياخد مجموعه كاروسل ايتمز. whatever you think is better do it. و... وبس كده بس اوكي. طب افتح فيجوال ستوديو ولا افتح ايه؟ يا ريت بقى تشيل السكرين بتاعتك. اكتب كود بالحاجه اللي تريحك، يعني لو انت عندك اي حاجه up and running يبقى شيء لطيف تكتب بيها كود يعني. يا كده بس افتح المشروع ده. انت برضه ممكن تشيل السكرين لما يكون الموضوع يسمح يعني. كان تمام. عايز اشير التليفون. انت بتستعمل فيت صح؟ مظبوط. جميل. اولا بس يعني وانا افكر فيه معاك دلوقتي. تمام. معلش بس في حد بيرن. ماشي ولا يهمك، اتفضل. تمام. هو بس عاوز اشوف حضرتك بعته صح؟ مش مشكله. انت ممكن تكلمني عن بشكل عام انت عايز تعمل ايه وتimplementه لما الدنيا تكون مظبوطه يعني. تمام. هو في البدايه دلوقتي انا متخيل الشكل عشان مش فاتح قدامي. ان في الايكون اللي هي بتاعت النكس، والايكون بتاعت الايه، بتاعت تمام. البريفيس. في جوه عندنا اللي بتعرض الكرنت سلايد، او السلايد اللي هو المفروض يتعرض. تمام. في تحت اعتقد اسمها الباجنيشن اللي تحت دي خالص. اعتقد دي كل الحاجات اللي موجوده في الصوره صح؟ الباجينيشن ده زراير انت ممكن تعملها امبلمنت عادي، ملهاش علاقه بالصوره، يعني ليه علاقه بالكاروسل ككل. تمام. فانا دلوقتي عامل يوز ستيت ماشي، بتقول لي كرنت سلايد اللي عندي. تمام. اعمل ستيت معينه في الكومبوننت ده. تقول لي مثلا لو نفترض مثلا كده كونست كرنت سلايد ريسيت كرنت سلايد. انت ممكن برضه تعمله في نيو فايل عشان يبقى كومبوننت لوحده خالص بعيد عن الاب او ما الى ذلك، عشان نعرف نستعمله، يعني تعرف تستعمله في كذا مكان. تمام. ممكن نقول ده اسمه كارزر سلايدر 6. جميل. ده السلايدر. اوكي. نقول ده كده. فرض مثلا باي ديفولت ان الكرنت سلايد عندي هنا ايه؟ 0. تمام. اللي هو تمام. محتاج من غير يعني محتاج فانكشن مثلا معينه هتعمل فورورد للنكست سلايد. تمام. ومحتاج الفانكشن ديت ترجع برضو ايه، ممكن ترجع سلايد تاني. فهنعمل هنا كونست فانكشن. معلش قبل ما نكمل عندي سؤال. انت تعرف الفرق ما بين الكنترولد والانكنترولد كومبوننتس؟ الكنترولد والانكنترولد كومبوننت
الكنترول كومبوننت اللي انا اعتقد فيه له علاقه بالضم والرياكت. الكنترول انا بكنترول الكومبوننت ده بالرياكت، تمام؟ ده في كونتكست بتاع الرياكت ومش رياكت يعني. الكنترول ده ان انا بكنترول الكومبوننت ده من خلال يو ستيت او كانت حاجات. الان كنترول ده ان انا بمسك الحاجه دي من الضم نفسها باستخدام يوز ريف مثلا. تمام. اللي انا اقصده بكنترول يعني ده ممكن يكون مصطلح تاني، بس اللي انا اقصده هنا في رياكت كنترول وان كنترول، الكومبوننت نفسه الستيت نفسها تكون اللي بيتحكم فيها الكونسيومر. يعني مثلا الست الكرنت سلايد والست كرنت سلايد هتبقى جايه لك من بره، ولما يدوس على الزرار بتاع نيكست وبريفيوس هيجي لك من بره. يعني مثلا هيبقى اون كليك كذا كذا كذا، هيهندل الموضوع ده ككونسيومر، واون كليك باك هيهندل الموضوع ده ككونسيومر، فالكونسيومر هو اللي هيعمل امبلمنتيشن للكرنت سلايد. ففي الحاله دي احنا مش عايزين يبقى ايه، احنا مش عايزين يبقى كنترول، ده عايزين يبقى ان كنترول في الحاله اللي انت بتكتبها دي. بس فده كان سؤال بس اللي كنت عايز اساله يعني، بس تمام كمل يعني. تمام. فانا دلوقتي محتاج تو فانكشنز، تمام؟ واحده هتعمل نيكست وواحده هتعمل بريفس على حسب الشكل الموجود يعني. نقول كونست لو هاندل نيكست، هاندل نيكست، تمام. ممكن تخلي لي current slide، ماشي، هتست current slide. طب هو مثلا كان دلوقتي صفر، تمام؟ محتاجين نخليه current slide نفسه وزائد عليه واحد. اوكي. طبعا هنا في تشيكن على حسب لو هو كان اخر سلايد مثلا فمش هنقدر ان احنا نعمل نيكست لحاجه ثانيه، تمام؟ تمام. فممكن نعمل تشيك الاول هنا. برضو في حاجه محتاج اجيب اللينس بتاع السلايس الاول. نفترض ان اللينس مثلا اللينس مثلا 3، نفترض مثلا، ولا على حسب اللي هو داخل، صح؟ ما انت المفروض في الفكره في الكومبوننت ده اللي هو ريوزابل، فانا متوقع ان انت نفسك هتاخد انبوت. يعني الكومبوننت ده هيخش له مجموعه كونتنت، صح؟ الكونتنت ده هتبقى مثلا سلايدز او ايا كان اسمها ايه. بس فهو هنا اعتقد هنا سلايدز باللينس مثلا اري مثلا لينس. اوكي. نعتمد على كده اللينس بتاعها. هتشيك الاول لو احنا وصلنا لاخر سلايد اف الكرنت سلايد ده يكون اكبر من او يساوي اللي هو اللينس، تمام؟ ساعتها لو تخيل كده لو هو في اخر واحد، لو هو في اخر واحد ممكن افورورد للاول واحد، ولا يكون مثلا البادون ده مش فيزيبل. انت عايز لو هو وصل لاخر واحد وداس نيكست عايزه يرجع لاول واحد تاني، يعني كانه سايكل، فاهم؟ يعني هي مش هعتمد كده يعني، خليها سايكل. بالظبط. خليها الكرنت سلايد بتاعي اللي هو زيرو، تمام. تمام؟ حلو. لا، ستيت كرنت سلايد، ستيت كرنت سلايد صفر كده، ماشي؟ يعني مكتوبه غلط مش فاهم هنا. ده في حاله الايه؟ هنعمل نفس الحاله مثلا نعكسها لي هاندل البريف. في المثل كله. طبعا هنا لو الكرنت سلايد عندي هنا انا بعمل بريف في النكست لو كان صفر، صح؟ لو كان الكرنت سلايد هنا ايكوال صفر، تمام؟ عندي كده صفر، هنعمل سيت الكرنت سلايد بكرنت سلايد صحيح، تمام. تمام. آه، لا دي واحدة. هو هنا مثلا أنا مش متخيل الشكل فعشان كده مش هو دلوقتي لو نفترض ان هو في اول واحد، تمام؟ فهو اول واحد هيروح لثالث واحد لو عامل بريفيوس، نفترض يعني مثلا. يعني لو انت في اول واحد ورجعت باك المفروض يرجع لاخر واحد في الحلقه دي. نفترض الثالث مثلا يعني.
فلو كرنت سلايد بريف محتاجين نجيب الثالث، مثلا نفترض الثالث ديت هتكون اللي هو اللينث ناقص 1، لينث ناقص 1، لينث ناقص 1. تمام. تمام. كده هو كانسل اسم. طب لو هو عايز يعمل الفورورد خلاص يعمل. تمام كده اعتقد ان هو لو هو اول واحد فهو هيروح للثالث، او اخر واحد من هنا من الناحيه الثانيه. بس انت انا عندي لو سؤال، لو انت دلوقتي يعني مثلا في لاين 7 دلوقتي، لو هو دلوقتي في اخر واحد وده نيكست، ايه اللي هيحصل؟ لو هو في اخر واحد وده نيكست، اه هاندل نيكست هنا بنجيب له، لو هنا لو تشيك هاندل نيكست المفروض ان هو يجيب له 0، المفروض تكون 0 برضه. ودي العكس اصلا، ان هو لو كان اللينث وصل لللينث كانت سلايد بلينث. بص، مش في اف كونديشن، مش هو هيست الكرنت سلايد بصفر، وبعد كده في لاين 10 هيعمل set current slide ب current slide plus 1. إيه اللي هيحصل في الحالة دي؟ مش متخيل، بس ممكن حضرتك تقول تاني. يعني انت مثلا يعني انت، يعني انا دلوقتي في اخر سلايد حلو، فراح دوست بلس، فمعنى كده لو راح اعمل ايه؟ اروح رايح للصفر، رايح للاين 8. المفروض لا يرجع للصفر تاني. تمام. وفي الحالة دي بعد كده دي اف كونديشن، يعني هو مش انت بس انا عايزه بلس 1 عادي، انا عايزه يفضل يعمل بلس 1. يعني انت كنت صح اعتقد، بس انا اقصد مش المفروض هنا يكون في else؟ المفروض يكون هنا في else. لو مش كده، ولو ما دخلش في دي هيدخل في دي اعتقد. طب لو لو دخل في دخلت دي، ما هيعمل التاني على طول برضه. يعني نعمل else هنا. انا اقصد لو هو دلوقتي، لو هو عمل، لو كونديشن اللي في لاين 7 دي اتعمل لها اكسكيوشن، هيروح عامل سيت كارنت ستيت بصفر. تمام. مظبوط. وده صح مظبوط. وبعديها هيكمل الهاندل نيكست لوجيك، هيروح عامل سيت كارنت سلايد بكارنت سلايد بلس 1. فعلا مظبوط فعلا. المفروض تبقى else برضه عشان هي ما يدخلش فيها. تمام. وعامة انا اعتقد البيهيفير هنا هيبقى it depends على رياكت بيهاندل البيهيفير ازاي. لو انت عملت تو سيت ستيتس، انا مش متاكد اللي هو هيعمل، يعني مش متاكد اللي هو هيعملها بلس 1. ولكن انا اقصد for the reader perspective، لو انا بقراها انا اتوقع اللي هيبقى فيه else هنا، بس تمام كمل يعني. تمام. النكست لو قلنا اخر واحد تمام يرجعنا صفر، ولو قلنا هو طبعا ده يرجعنا نفس الكلام برضو هنا. لو بريف لو هو بصفر هروح لاخر واحد else. لو هو كان بريف محتاجين نسيت الكرنت بايه بلس. اللي هي كده لو هو هنا عندك لو بصفر واحد بريف بصفر واحد. اوكي تمام. محتاجين بقى نهندل اللوجيك. مثلا نفترض هنا دي اسمها الصوره، هنحذفها الصوره. تمام. خلينا نفترض ان كلهم كونتنت عادي، يعني السلايدز دي عباره عن array of react children مثلا. حلو. اللي هي react components، ممكن احط لها فيها اي حاجه انا عايزها. تمام. هنا هقول ايه، في حاجه اسمها نقول على حسب السلايد. تمام. نقول هنا سلايد، هنتكلم سلايد. هنفترض مثلا هنعمل هنا مثلا اري في السلايدز دي. تمام. هتشوف مثلا على سلايد مثلا اي دي، لو هو نفس الاندكسنج هنا بتاع، المفروض الاندكسنج هنا مثلا يبدا من واحد مثلا، او اعمل اندكسنج هنا بواحد. تمام. السلايد مثلا عنده اندكس مثلا او اي دي مثلا واحد. تمام. وهنا اليوز والكارنت سلايد هنا بواحد، فلو هم لقيتهم الاثنين بيساووا بعض فهعرض السلايد ده. وعلى حسب بقى هنا، على حسب النكست والهاندل فانكشن هتهندل الكلام ده، هتغير الكارنت سلايد، وبناء عليه برضو معايا السلايد بتاع الاي دي بتاعه هرندره هنا برضه. تمام.
تمام. برضه لو محتاجين برضه سلايدز دوت اي دي مثلا، لو هنفترض يعني لو لقينا ان السلايدز دوت اي دي او نعملها اللي هي الاند احسن. تمام. سلايدز سلايدز اند الاول كده كمان سلايد. ممكن نعرض الكونتنت هنا مثلا كده، بس هي اعتقد مش هتكون متاح هنا، لان بقول لي is created not callable التيرم نمبر not signature. دي ترو مثلا، لو نفترض دي ترو مثلا كده. انت المفروض تعمل علامة استفهام بقى بعديها اند يعني، فاهم؟ لا انا بقى هنا انا قصدي اعمل الثانيه، مش الترنري اوبريتور، او ممكن نعملها بالترنري اوبريتور برضه على عادي يعني، مش مشكله. مش مشكلة، ايهم اقرب عادي، اتس اوكي. سلايدز دوت اي دي مثلا كده. اللي انا بعدين متخيله نحتاج السلايدز اللي هتخش لك دي هتبقى عبارة عن اري، والاري كل انتري جوه الاري ده هيبقى فيها عادي، ممكن مثلا نسميها كونتنت مثلا. الكونتنت ده هيبقى رياكت كومبوننت عادي، انت بتبصي او جي اس اكس او ايا كان، فاهم؟ يعني يعني مثلا تعالى على اللاين 2 كده واعمل انترفيس. خلينا نعمل انترفيس اللي بيدخلك البروبرتيز بتاعت السلايدر، عشان يسهل علينا الدنيا عامله ازاي. واكتب مثلا سلايدر بروبس او ايا كان، وبتاخد تمام. مثلا. هنا محتاج ان انا الداخله تمام مظبوط. هتكون سترينج اري مثلا، بس هي مش هتكون محتاجه اعمل بروبس برضه للايه، او انترفيس برضه للسلايد اللي داخل. فنفترض اري يعني مثلا سترينج اري مثلا، ولا اعمله برضه بروبس برضه خليها سلايد ماشي نفسه. اوكي، سترينج عادي، اتس اوكي، سترينج از جود، حلو جميل كده، جميل تمام. تمام. السلايدز هنا سترينج اري، فهياخد مثلا السلايد السورس مثلا، نفترض ان هو هياخد السورس مثلا، او السورس فايل مثلا. مش هتكتب هنا طبعا. تمام. وارندر هنا مثلا الايه على حسب السلايدز. لو السلايد نفس الكلام، لو السلايد current سلايد تمام ايكوال لا كده، لو سلايدز دوت اي دي مثلا ايكوال الكرنت سلايد. تمام. الاي دي ده انت بتجيبه منين؟ انا مش ده فاهم شرط. الاي دي ده جبته منين. ليه؟ الاي دي ده انت جبته منين؟ يعني ايه اي دي هنا؟ اللي هو جاي اصلا مع السلايد نفسه. طب وانا ما دلوقتي هو في اعرف الانترفيس. ايه الاهداف بتاعت آه، السلايدز اللي جايه. ماشي فممكن حلو، يعني معنى كده الانترفيس نفسه بتاع السلايدز ما بقاش array of strings، صح؟ بقى array of object، وكل object ليه اي دي وكونتنت. اقول مظبوط. لحضرتك ان اعمل له انترفيس للسلايد نفسه، بس حضرتك قلت تمام لي تمام، ان اعمله مش اعمله اعمله، يعني انا اقصد انا عايزين البتاع ده يبقى رانبل يعني. تمام صح جميل. اوكي سلايد اهو. نعمل انترفيس للسلايد. نفترض مثلا الايمج سورس هتكون سترينج. تمام. خليها دايما كونتنت عادي، مش عايزين صور خالص يعني، دايما كونتنت بس، تمام يعني. هنا هحط السلايد تمام يكون اري بنفس الشكل كده، وهدخل السلايدز هنا. نبدا نتعامل هنا كده سلايد بروبس. جميل. تمام. ندخل هنا سلايد. تمام. فين المشكله هنا؟ انا شايف. هنا ممكن اعمل افترض هسيميليت مثلا، انا هسيميليت هنا اري. تمام. كونست سلايدز ايكوال كل سلايد عندي مثلا الايمج سورس هنا تيست سلاش تيست مثلا كده سلاش تيست. ممكن بس يعني اغير دي سلايد او سلايدرز مثلا، عشان ايه كده يعني مثلا. تمام. وابدا ان انا اعمل اوبجكت يبقى ظهر اللي انا عايز السلايد اللي داخلك هو ده يبقى هو ده السورس اوف تروث بتاعك. يعني مثلا لو هو جواه اي دي، حط جوه سلايد ده اي دي. هو جواه يعني، سيب، ما تعملش انت موك داتا، فاهم؟ يعني مثلا في الانترفيس اللي هو في رقم في لاين رقم 2، بدل ايمج سورس حطها كونتنت، وحط تحتها اي دي، يعني كانك انت فعلا بتعمل كومبوننت، فاهم؟ كونتنت ده سترينج مثلا. مظبوط كده، جميل جدا.
وهنا كونتنت سترينج اهو. وبياخد اي دي مثلا في الحاله دي برضو، يعني لو هو بياخد اي دي زي ما انت عايز تعمل امبلمنتيشن تحت. اي دي مظبوط. نمبر. تمام كده. تمام جميل. حته هنا لو قلنا، لو حاله المنادف كنت مثلا كده. هنا بقول لي البروبيتا دي سلايد كام. هنا دي نمبر السلايس دي. انت دخلك دلوقتي سلايدز اري، وكل سلايد جواها اي دي، فانت عايز تبريزنت بس السلايد اللي شغال، الكرنت سلايد، صح؟ مظبوط. يعني تمام. مثلا لو مثلا هيقعد لي مثلا هنا سلايد الكونتنت مثلا. تمام. سلايد دوت كونتنت. لو نفترض مثلا انا هشغل سلايدز هنا. سلايدز هنا بيقول لي ان السلايدز هنا الاي دي بتاعهم مشكله. طيب بص، تعالى نفكر فيها. حلو. احنا اول حاجه عايزين نعملها اللي احنا نفيجر اوت اني سلايد اللي هنعمله ريبريزنت، مظبوط كده؟ على حسب الاي دي وحسب الكرنت سلايد. يعني هنا دلوقتي انا هقول مثلا الكرنت سلايد بواحد تمام. اهو. السلايد هنا مثلا بواحد، اصل لو الاثنين بيساوي هيعمل ده. هنا بقى هيغير لي الكرنت سلايد بقى باثنين، وهنا مثلا لو لقينا بيلوب عليهم، طبعا هنا في لوب على السلايدز. انت ليه محتاج الاي دي هنا عشان تقارن اني واحد؟ مش كل اللي انت محتاجه مجرد الاندكس. يعني مثلا لو سلايد رقم، لو كرنت سلايد رقم واحد، فانت محتاج اني سلايد او رقم واحد. انا كنت هقول لحضرتك برضو ان انا ممكن اعملها باللوب بتاع بالاندكس بتاع الماب. ممكن اعمل كده برضو. انت ليه ما تعملهاش بالاندكس؟ يعني مثلا شايف سلايدز دي، شايف اللي في لاين 37، ليه ما تقدرش تقول سلايدز اوف كرنت سلايد ايوه دوت مظبوط. كونتنت؟ يعني هكتبها لك السلايدز يعني لوب. سلايدز اوكي يعني. current slide dot content. بص انا كتبت لك حاجه في الشات. ممكن اكتبها كمان في الدوكيمنت. ثانيه واحده، انا اعتذر اهي. آه امسح دول، اللي هي او اللي هي الحاجه اللي انا كتبتها دي، انا كتبتها في الدوكيمنت اهي. بس هي الدوكيمنت مش جايه عندك اخر ابديت اهي. مم. ده اللي هعمله بريزنت، صح؟ آه... طب استنى كده افكر شويه. انا لوب هنا من غير ما اعمل لوب، صح؟ انت ليه محتاج اللوب؟ انت ليه محتاج اصلا تعمل لوب في البدايه؟ معلش بعتذر، بس الميتنج هيقفل. ينفع ابعت لك ميتنج تاني عشان الساعه خلصت بتاعت الميتنج ده؟ اوكي تمام. ابعت لك ميتنج دلوقتي حالا، او يعني انا هجر، يعني ما اعرفش، يعني اعمل اند للكول كده وجرب تجوين نفس الكول تاني ونشوف. تمام. اوكي. ماشي. دي واحده كده هشير. ماشي تمام، خد وقتك. تمام. آه... بص هقول لحضرتك زي ما حضرتك قلت، هو فعلا انا بصراحه ما كنتش عارف ليه اصلا انا مضطر استخدم اللوب هنا. هو مش منطقي اصلا. هو انا محتاج اعرض واحد بس، يعني مش محتاج اعرضهم كلك يعني في نفس الوقت. تمام. هي زي ما قلت السلايدز. تمام. السلايدز اري اللي داخل لي. تمام. وهندكسه بالكرنت سلايد ده. مثلا لو واحد مثلا او صفر، خلاص هندكسه مثلا وارجع دي مثلا صفر تاني. تمام. واعمل اندكس بالكرنت سلايد للسلايدز اللي داخله دي، وبناء عليه رندر. تمام. اي فانكشن بقى هتغير الاندكس هنا، وبناء عليه بتروح للسلايدز اللي داخله وترندرها هنا. طيب بس تمام. فاحنا هنا ماشي، عظيم عظيم. نقول طيب خلاص، انا هفترض ان انت عملت امبلمنتيشن الكلام ده كله. خليني اسالك بقى اسئله عامه عن هذا الكومبوننت، او
قبل ما نخش على طول على الكونكلوجن او الريفيو بتاع الانترفيو، خليني اسالك كام سؤال كده قبل ما نكمل. أم... تعرف يعني ايه يونت تيستنج، او ايه الفرق ما بين يونت تيستنج مثلا والانتجريشن تيستنج؟ اليونت تيستنج بصراحه ما دخلتش فيه، ماشي، بس اللي انا اعرفه عن اليونت تيستنج، لو نفترض مثلا على مستوى الفانكشن، فانا عندي الفانكشن ديت، عندي نفترض مثلا فانكشن معينه، تمام، عامل تيست للفانكشن ديت. عاوز تيست في حاله ان انا دخلتها بارامترز مثلا سترينج، هي مثلا بتبقى النمبر، لو هتستها مثلا في حاله ان انا بشوف الفانكشن ديت، لو دخلت لها نمبر، لو دخلت لها مثلا اري، لو دخلت لها اوبجكت، فعاوز اشوف الديفرنت بيهيفيرز بتاعت ال بتاعت الفانكشن ديت، او مش شرط فانكشن، ممكن تكون كومبوننت حسب الحاجه اللي انا محتاج اعمل لها تيستنج، تمام. دي بالنسبه لليونت تيستنج. انتجريشن تيستنج، انا بنتجريت حاجات مع بعضها، بتست يعني في حاجه مثلا بتكلم حاجه، فانا مش ما دخلتش فيها، فاللي انا عارفه عنها من بره كده بس يعني. تمام. تست حاجات مع بعضها، بتشوف الحاجات دي هل هي فعلا شغاله مع بعضها ولا لا. تمام، دي إجابة منطقية جدا، جميل جدا. طيب، خلاص، أنا أعتقد اللي كده تمام. يعني أنا أعتقد اللي أنا يعني عملت اللي أنا عايزه في الانترفيو. خلينا ننط لمرحلة الريفيوز، أو سوري، مش الريفيو، يعني رأيي إيه في الانترفيو ما إلى ذلك. طيب، بسم الله. اولا الانترفيو متقسم لجزئين اساسيين، الا وهو الاسئله العامه اللي احنا سالناها في الاول، وبعد كده الكومبوننت امبلمنتيشن اللي انت عملته بتاع السلايدر او الكاروسل او ايا كان اسمه ايه. أم، انت بالنسبه لخبرتك، انت لسه واحد في الجامعه ولسه ما اتخرجتش، انت عارف حاجات كتير جدا 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 اكتر من اي حد انا اعرفه عارفها، فده شيء مميز جدا. يعني انا حاسك انت فعلا كويس جدا. آم، انت لسه ما اتخرجتش وعارف معلومات كتيره جدا انا نفسي ما كنتش عارفها، ما كنتش عارف اي حاجه من اللي انت بتتكلم فيها دي خالص. يعني لو اي حد سالني عن اي حاجه ليها علاقه بالاس بي اي والسي اس ار والحاجات اللي انت عارفها دي كلها، او يعني ايه يوز كول باك ويعني ايه يوز ميمو، ما كنتش هعرفها. حلو. الانترفيو، انا كنت بحاول استيب اب لكذا سبب، عشان في اول انترفيو جالي ايحاء اللي انت اعلى من الليفل اللي انا كنت بعمل فيه انترفيو، وده حقيقي، ده ظهر في الانترفيو ده. فده شيء كويس. طيب، خلينا بقى نمسك جزئيه جزئيه واديك فيها فيدباك بشكل منطقي اكتر. أم، اول جزئيه اللي انا سالتك شويه، يعني ايه اس بي اي، ويعني ايه مالتي بيج ابلكيشنز، والفرق ما بينهم ما الى ذلك. انت بشكل عام قلتها صح. يعني انا اعتقد انت قلتها صح بشكل عام. ممكن تكون وقعت منك بس حته، يعني طب ازاي انا برندر الداتا في الاس بي ايز وما الى ذلك. السؤال هدفه في الاول وفي الاخر ان انا عايزك تتخيل بس الموضوع بيمشي ازاي. يعني انا ما اعرفش هو شغال ازاي انترنالي بالمناسبه، انا ما اعرفش جي كويري بتعمل ايه بالمناسبه في الموضوع ده، ولكن كل اللي انا متخيله في الجافا سكريبت، اللي انت بدل ما بتروح لبيج جديده بتريكوستها من السيرفر، كل اللي هو هيعمله اللي هو هياخد الديف ده وهيريبليس الديف ده بشويه ايه اتش تي ام ال ديفز هو بيعمل لها كريت، بيروح عامل دوكيمنت دوت كريت اليمنت ديف اندرنيث الديف، بيكريت سبان باراجراف وات ايفر اللي جاي لك ايه من جي اس اكس. ده تخيلي يعني، وبالمناسبه ده تخيل قد يكون خاطئ، ولكن اقرب للواقع من اي تخيل تاني بالنسبه لي اتليست. حلو. يعني انت لو جاوبت اجابه زي دي انا هبقى فرحان جدا. آم، ادي الحاجه التانيه. الهوكس سؤال سهل جدا لو انت جاوبته في سطر واحد بالنسبه لي. حلو. الهوكس ما هي بالنسبه لي برضو، ان ممكن يكون في ناس تانية بيجاوبها بطريقه مختلفه، ما هي الا اداه بتخليك تعرف تتعامل مع الستيت بتاعت رياكت. ذاتس ات. هي دي الهوكس باختصار شديد. كل ما الهوكس بتعمل الهوكس في الاول في الاخر هي ايه؟ هي مانجمنت. يعني مثلا اليوز كول باك هو بيخليك تتعامل مع الستيت اللي هي ما بتتغيرش بتاعت الفانكشن. اليوز ميمو هو بيخليك تتعامل مع الستيت اللي هي لا تتغير في خلال الريندرنج بتاعت الفاليو. اليوز افكت حاجه بتخليك اللي هي تعمل كول لما الستيتس تتغير بناء على ديبندنسيز. فالهوكس بشكل عام ما هي الا اداه او ميكانيزم تخليك تتعامل مع الستيت بتاعت رياكت. كل هوك منهم ليها طريقه تعامل مختلفه. فانت جاوبتها برضو بشكل صح بالمناسبه، يعني تو سام اكستنت برضو مش بشكل كامل، بس جاوبتها بشكل صح. ولكن الهوكس، انا عامه انا في انترفيو عملته زمان مع شركه اسمها زلاندو، انا السؤال ده هو اللي وقعني بالمناسبه. قعدت برضو ايه، انا نفسي انا مش عارف ادي لها اجابه منطقيه. يعني هو بيقول لي ايه الفرق بين يوز ستيت ويوز مش عارفه ايه، انا عمال بقى اقعد اقول كلام كتير جدا، وكل ما اقول كلام اكتر كل ما بغلط، فاهم؟ فلو انا قلت له جمله واحده بس، هي جمله واحده بس دي بتكفر كل حاجه. عايز يسالني اسئله
بعديها هعرف اجاوب الاسئله بعديها، عشان انا خلاص رتبت الاجابه الاولانيه، فقلت له 1 2 3. بعد كده عايز تبيلد اب على 1 2 3 دي اللي هي حاجه بتخليك تهوك جوه الستيت نفسها، خلاص يبقى هقول لك 4 5 6. فاهم؟ اجابه كونسايز، اجابه بسيطه جدا، ما فيهاش اي ايه، ما فيهاش اي ابداعات من الاخر، دي بالنسبه لي اجابه مثاليه. أم، ادي حاجه. مظبوط. دي ده كان جالي عامه، هو يعني الريجكشن ايميل جالي باختصار شديد، قال لي انا عملت لك ريجكت عشان واحد اتنين، عشان انت ما كنتش كونسايز من الاخر، انت قعدت تقول كلام كتير قوي مش صح. وده كان حقيقي. انا من الاخر كنت بهبل يعني. بس استاذنك بس برضو تشير السكرين تاني عشان انا هبص على الكود معاك. آم، تمام. حته اليوز كول باك واليوز ميمو، الهوكس دي بشكل عام بتستعمل كتير لو انت بتعمل كومبوننتس انترنال وما الى ذلك. فانا انصحك ان انت تقرا عنها شويه، يعني تقرا ايه الفرق بين اليوز كول باك ويز ميمو، تستعمل دي امتى تستعمل دي امتى، يعني حاجه لطيفه ان انت تقرا عنها بشكل عام في رياكت. تمام. في سؤال بقى، انا عجبني الاجابه بتاعتك، ولكن انا هنصحك ان انت تجاوب بشكل مختلف شويه صغيره، الا وهو السؤال بتاع الري اركتكت بتاع الاركتكتشر فلو، بتاع سوري الاثنتيكيشن فلو اللي انت عملته، او الفولدر ستراكشر، او ايا كان. آم، لما يكون لما انا وانا مستعد للانترفيو، انا لا، بالذات كمان لو الانترفيور اللي هو في الحاله دي انا بقول لك خد الكره في ملعبك، جاوبني بالاجابه اللي انت عايزها، يعني وديني في الحته اللي انت هتوديهاني، وانا هسالك فولو اب كويشنز. لازم مم. تكون ملم كويس قوي باللي انت عملته. يعني انا مثلا لما انا سالتك السؤال ده، انت قلت لي ان انت عملت كذا كذا كذا، طب انا سالتك يعني لما قعدت اسالك في النص قلت لي بس انا مش متذكر انا عملت ايه بالظبط. السؤال ده هدفه الاساسي اللي انت تقول لي الحاجه اللي انت واثق منها بشكل كامل اللي انت هتتكلم عليها، فاهم؟ انا مش بقول لك قول لي على حاجه معينه، انا بقول لك قول لي على حاجه من نوعيه اكس واي زد، فانت تجاوبها لي بالشكل اللي يريحك انت، فاهم؟ فلو ده بيديني ايحاء اللي انا ايه، اللي انا طب انا اديتك الكره في ملعبك، لو انت ما قلتليش مثال انت عارفه كويس قوي، هسألك سؤال تاني وسؤال تالت، فده بالنسبة لي هيبقى طب هل انت عارف يعني هل اللي انت قلته ده فعلا مظبوط ولا لا؟ انا عارف اللي انت عملته كل ده وعملته على اكمل وجه، ولكن انصحك ان انت بس تعيد، يعني تعيد مثلا تسترجع مثلا الذكريات اللي انت عملتها في المشروع دون، تبص انت عملت ايه في الكود، تطلع منها ما يسمى بالورك دايري، تقول انا عملت واحد اتنين تلاته، وبناء عليها في الانترفيوز اللي بعديها تتكلم عليها بشكل كامل، فاهم انا اقصد ايه؟ ده هيديك ايدج قويه جدا. مم. طيب بسم الله الرحمن يعني الرحيم. حاجه لازم تكملها. ايه؟ اتفضل معلش، انت قلت ايه معلش؟ أنا قصدي دلوقتي لو انا فتحت في حاجه معينه في توبيك معين لازم أنا اكمله للاخر يعني. مش موضوع تكمله في الاخر، بس انا اقصد لو انا سالتك، يعني انت مثلا قلت لي دلوقتي ايه، قلت لي دلوقتي انت عملت ري اركتكتشر للاوثنتيكيشن، طب لو انا عملته ازاي، يعني ايه الحاجات اللي انت عملتها، ايه الفولدر ستراكشر؟ لما سالتك على فولدر ستراكشر انت عملته امبلمنتيشن، قلت لي انا مش متذكر قوي. اتليست الفولدر ستراكشر دي حاجه مش عايزك تخش في التفاصيل، انا عايزك تقول لي بس انا استعملت الموديولز باترن، استعملت الفيتشرز باترن، ايا كان الباترن ايه، انا ما اعرفش الباترنز اللي موجوده بالمناسبه، انا بس يعني بخترع دلوقتي، حلو. أم، مم. الاسئله يعني انا مطالب منك ان انت تكون عارف المشروع بشكل عام كويس قوي انت عملت فيه إيه، بشكل عام مش بشكل خاص. لو او مم. سوري مش بشكل ديتيل، لو انا بقى قعدت اتعمق في التفاصيل عادي، انت ممكن تقول لي انا يعني مش شرط تكون فاكر التفاصيل دي كلها يعني، مش معقول هسالك على كل مم. التفاصيل يعني، حلو. آم، مظبوط. بس كويس، يعني انت قلت مثال حلو جدا جدا جدا، وفي اسئله كتيره جدا ممكن اسالها لك، انا ممكن اسالك بشكل تاني، ممكن اقول لك طب انت ازاي اقنعت التيم بتاعك كواحد ميد ليفل مثلا؟ ميد ليفل ده انا متوقع اللي هو يبقى ليه امباكت كبيره في التيم، وليه امباكت، والامباكت بتاعه ده بيعمله بحساب، يعني انا مثلا عشان اقنع التيم بتاعي بحاجه زي كده عملت لهم برزنتيشنز او عملت لهم ديزاين دوكيومنتس، وقلت لهم ده كان عندنا مشكله 1 2 3، وعملت ريسيرش 1 2 3 4. لو انت مثلا عملته وانت لسه جونيور، في الحاله دي انا بتكلم عليك انت مثلا، فانا عملت له امبلمنتيشن، وعملت له مثلا نوع من انواع التستنج البسيط عشان اتاكد الحاجات القديمه ما باظتش، وهكذا. نوعيه الحاجات دي كلها بتدي ايجابيات كبيره يعني، بالذات في اجابه زي دي، فده شيء كويس. طيب ايه كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. currently running، انا كتبت حاجه اسمها currently running، ما اعرفش دي ايه. المهم ينفع بقى تطلع في الكود شويه، أم وهقول لك بقى الريفيو بتاع على الكود ايه، حلو. بشكل عام انت عملت امبلمنتيشن، حلو. ايه النصائح اللي انا عايز انصحها لك بشكل عام؟ ركز على اللي الكود نفسه يبقى فعلا ريوزبل. مثال على كده ايه؟ انا ممكن اكون انا وانت اتلخبطنا في النص، بس انت اول حاجه محتاج تبنيها
في الكومبوننت مش يعني من وجهه نظري المتواضعه، انا لما بفكر في كومبوننت انا زي ما انت قلت في الأول، انا هفكر في البيلدينج بلوكس بتاعته. يعني ايه بيلدينج بلوكس؟ يعني انا هفكر في الانترفيس بتاعه عامل ازاي. طب السلايدز دي بتاخد ايه؟ السلايدز دي بتاخد زي ما انت عملت مثلا اي دي وكونتنت. طيب مثلا البروبس التانية بتاخد ايه؟ هل هاو كنترول ولا مش كنترول؟ الحاجات دي كلها لو انت فكرت فيها في الاول هتخلي عمليه كتابه الكود اسرع بكتير جدا. عشان انت لما كتبت الانترفيس لما بصيت تحت لقيت ايه ده، هو مش بياخد اي دي، طب انا هجيب الاي دي ده منين؟ فاهم؟ فانت ابدا من بدايه اللي انت تنشئ الديزاين بتاع الكومبوننت. كومبوننت ايه البروبرتيز اللي هياخدها ايه، وده هيسهل عليك العمليه. عشان لما انت ما عملتش كده في الاول، عشان كده في النص انا قلت لك ما ينفع تطلع تكتب انترفيس. لما انت ما عملتش كده في الاول، خلي عمليه ان انت تكتب الهاندل نيكست والهاندل بريفيوس وتكتب الديف وما الى ذلك تاخد وقت كتير جدا وبقى فيها غلطات. فلو انت عملت الموضوع ده من الاول هيسهل عليك. دي نصيحه بشكل عام. حلو. آم، تمام. تاني نصيحة، الغلطة اللي انت غلطتها في الهاندل نيكست والهاندل بريفيوس غلطة ملهاش أي معنى، عادي يعني، ما حدش هيحاسبك عليها، عادي. دي تايبو يعني، اتس اوكي يعني، بالنسبة لي دي مش مشكلة. بس برضه خد بالك من الحاجات دي اللي انت اللي هي الالس كونديشن اللي انت ما خدتش بالك اللي الالس دي هيعملها. حاجة بقى انا هعلق عليها، لو نزلت شوية في سطر رقم 27. حلو. شايف هنا الهاندل بريفيوس انت عملت set current slide plus 1، وهو المفروض يبقى current slide minus 1 مش plus 1. حلو. أم، انا قلت اسيبها عادي، انا ما علقش عليها في ساعتها. ولكن حاجه زي كده انا هقول لك يعني لازم تكون انت مركز فيها، بالذات اللي انا بختبر قدرتك على انشاء كومبوننت ريوزبل. فاهم؟ فحاجه زي كده برضه تاخد يعني حاول تركز اكتر انت بتكتب كود ازاي، ويكون مينتينبل ازاي، على قد ما انت تخلص التاسك. سيبك من انت تخلص التاسك خالص، مش مهم. انا مش بختبر انت سريع ولا بطيء. حلو. انا بختبر ان انت بتعمل الحاجات اللي انت بتعملها بحساب وبشكل دقيق وبشكل في الاول في الاخر يبقى بريزنتبل. وده برضو يؤدي الى النقطه الاخيره اللي احنا قعدنا نتكلم فيها. هتستعمل السلايدز كلها، هتعمل لها لوب ولا هتعمل بالكرنت سلايد اندكس ولا هتعمل ايه؟ الموضوع ده خد وقت. حلو. في الاول في الاخر هدفي اللي انا عايز الكومبوننت يبقى بريزنتبل. يعني اللي هو بريزنتبل يعني انا اخش على اللوكال هوست 5173 واشوف اللي فعلا ادوس نكست يروح رايح على الكونتنت اللي بعدها، ادوس بريفيس يروح على الكونتنت اللي قبلها. فحاول برضو، انا مش بقولك تبقى سريع، بس اتليست تعرض حاجه ما يبقاش فيه ايرور. لو انا بصيت، لو انت فتحت الكومبوننت دلوقتي عملت له ريندر، هيبقى ما فيش اي حاجه. فنصيحه مني ليك، ابدا الاول بالانترفيس. ابدا الاول ان انت تبعت له داتا، يعني ابدا ان انت تعمل امبلمنت للكومبوننت جوه الاب دوت تي اس اكس مثلا، وبعت له اكشوال داتا عشان تتخيل الداتا شكلها عامل ازاي. وبعد كده ابدا الاول امبلمنت البيلدينج بلوكس بتاعته واحده واحده. هيسهل عليك جدا جدا جدا، وهيخلي العمليه اسرع، وهيخلي العمليه كمان قابله اكتر ان انت تعرف تفكر في الديزاين بشكل عام. أم، كويس جدا. بس كمان ايه تاني؟ بس انت عملت كويس يعني، انا شايف الكومبوننت انت عملت كويس. لو انت كان عندك وقت اكتر كنت هتعمله احسن، بس احييك يعني، انت عملت كويس. اعتقد ده كل الكومنتس بتاعتي، والكومنتس دي كلها بالمناسبه لحد عنده خبره اكتر، يعني حد اوريدي اتخرج وشغال وما الى ذلك. فخد الكومنتس دي بشكل عام عشان انت يبقى تنمو، يعني يبقى عندك جروث كبير مقارنه باي حد تاني في الجامعه مثلا، او في نفس الليفل اللي انت فيه. انا مش شايف اللي هو هيبقى عنده الخبره دي، فده شيء كويس. ف... فبس that's it يعني. اوكي، شكرا جدا. العفو على ايه. طيب. لو انت عندك اي اسئله ممكن تقول لي دلوقتي قبل برضو ما يعني، هل في اي اسئله في اي حاجه محتاج تسال فيها وما الى ذلك في الانترفيو؟ اوكي، وحضرتك وقفت ريكوردنج صح؟ انا ممكن اوقف دلوقتي. قبل ما اوقفه تحبني يعني ممكن ازيع مظبوط كده؟ تمام. طيب خلاص ماشي، انا هوقف ريكوردنج. بسم الله.